الحقيقة فوجئت كثيرا بهذا التكريم، بهذه الحفاوة الجميلة التي استضافوني بها، سواء في اتحاد مبدعين المغاربة أو في مدينة تيفرت بأكملها. أحسست بأني في بلدي، في مدينتي، وأحسست أني بين أهلي وإخواني، وأحسست كذلك أنهم قد وضعوا ثقلا آخر على عاتقي كي أجعل من الشعر مطية البهاء ومطية الكلمة الجميلة التي ستذهب بنا بعيدا إلى روح، لكي نصفي أرواحنا من خبث هذا العالم ومن قبحه. وبالتالي كانت المفاجأة كبيرة جدا، وأنا جد سعيد أنني قوبلت بهذه الحوفاوة وبهذا الشعور الجميل. فشكرا وألف شكر لتيفرت، وشكرا لاتحاد المبدعين المغاربة، وشكرا كذلك لأهل تيفرت الطيبين الذين ما فتئوا يقدمون لك العواطف الجياشة والأحاسيس الجميلة. هل حسيتي بأن مدينة تيفرت فيها الشعر؟ نعم. هل حسيتي بمدينة تيفرت فيها الشعر؟ بل أحسست أن مدينة تيفرت هي شاعرة بكاملها وبناسها، فحتى المتلقي، حتى الإنسان من أهل تيفرت الذين جاءوا لسماع الشعر رأيت فيهم أناس يفهمون الشعر، أناس يتذوقون الشعر، أناس يتذوقون الكلمة الجميلة والقول الحكيم. فبالتالي أقول بأن تيفرت شاعرة بامتياز.